نظم رحلات عائلية 100%، ما كاش فيهم اختلاف نهائيا. معكم حمدي هاجر، منظمة رحلات ونشطة جمعوية في جمعية روافد، ورئيسة نادي هاجر السياحي اللي راني نوجد فيه. الحاجة اللي تخليني نختلف على باقي الوكالات السياحية هي انه ننظم رحلات عائلية 100%، ما كاش فيهم اختلاف نهائيا. كاش مدينة في الجزائر نحسوها مظلومة سياحيا هي مدينة البيض، منطقة بريزينا. هي منطقة نقدر نقولوا عليها أريزونا الجزائر، فيها تم مناظر عالمية وبزاف منطقة شابة. السياحة في الجزائر كنز مخبي أو فرصة ضائعة. من وجهة نظري أنا نقول أنها فرصة ضائعة. مالوغوزمون ما راناش نركزوا على السياحة بزاف في الجزائر. لو كان يعطوني ميزانية مفتوحة، المشروع السياحي اللي راني نحلم نحققه هو إقامة منتجع حمامات في الصحراء، خاصة في الجنوب الشرقي. في كلمة واحدة كيفاش نوصف السياحة في الجزائر اليوم؟ مع الأسف هي سياحة كنز ما حبيناش نكتشفوه. في الجزائر عندنا الصحراء، عندنا الأطلس البوليدي، عندنا الساحل. هادو لازم كامل نركزوا عليهم. لو كان نركزوا عليهم راح يعطونا بزاف نتائج اقتصادية مبهرة. ككلمة أخيرة نقول لكم أوكتيزوم، ثانك يو سو ماتش على الاستضافة تاعكم، وديروا جيم وابوني.